يا صباح النور والعافية والسرور. أكيد معنا فيديو تريدوا إيش الموضوع، بس ما نبدأ في الموضوع على طول. يعني فعلا في سنة نظري ما نكمل حاجات بعدين نبدأ في موضوعنا. طبعا حبيت إن احنا نفعل لفة يعني في مناطق في صنعاء نغير جو. طالما واحنا قد مشينا من منطقة السبعين فضروري ان احنا نصطبح عند، اكيد عرفتوا، نصطبح عند الاخ والصديق على الكندي، مطعم الكندي للكباب البلدي الصافية من جودة المالية، من افضل الكباب داخل صنعاء يعتبر نفسي أنا يعني. وهذا هو الصبح لاني مستعجل يعني بزيت السفري، ولا لو اكلنا في المطعم ما كانت توقع افضل حلوي حامي، لكن انا يعني مستعجل عشان نصور لكم. لما خرجت اليوم ذكرت نفسي قبل سنة لما كنت اختبر الثانوية بنفس الطلاب معنا. ويوفقكم يا رب بإذن الله، يدوا درجات ضخمة ترفع رؤوسهم ترفع رؤوس أهاليكم بإذن الله. وأجمل شيء في الصباح في صنعاء الناس اللي بتخرج من فجر تبحث على رزقها، وهذا يعتبر من الأشياء اللي توجع القلب، مش من أجمل الأشياء. أما جيت بصير طفل المفروض أنه مكانه في المدرسة أو مكانه في الحديقة أو مكانه في مكان يعني يستمتع فيه، لكن جيت بصير عينه في الشوارع يتعب ويجهد نفسه، وهذا من أجل أنه يدخل مصاريف لأسرته، الله يعينهم. وأيضا الناس الكادحين البياعين المتجولين والبياعين في الشوارع، منهم اللي بيبيعوا البلاس ومنهم اللي بيبيعوا البطاط ومنهم اللي بيبيعوا حاجات خيرات، أصحاب البوافي أيضا. وللأمان يعني البكارة في صنعاء والله إني حياة، يعني عالم ثاني بنضيع علينا هذا الوقت الذهبي هذا، والله إنه يعني وقت المفروض نستمتع فيه بدل ما نضيعه. ولا أطولش عليكم، أنا أسير أكمل أموري سريع وأرجع لكم. طبعا وبدون أي مناسبة حصلت على جعالة من شركة قم الآن بتوزيعها على الأطفال، يعني ندخل في قلبهم الفرحة والسرور. تعالي نجيني بالزين. أدعيها؟ والله يلا سري. أدعيها أمي. تعالي كلنا. كيف شعورك؟ واخ أنا كنا عدل البغاز وأنا البقعة، يعني كانوا يتهازروا عليهم. والآن بعد ما كملنا التوزيع الآن نتحرك لمطعم على التحدي، خلوكم معنا. طبعا الآن وصلنا للمطعم، الآن ننزل نوريكم الوجبة اللي ناكلها. تكون هذا البيتزا أكبر بيتزا تعتبر في الليل. هذا قطع على الفاتورة الضروري، نحن ندخل ناخذ خام على الطباخين اللي داخل الشيء. جرب معك، جرب نزبط معك.
والآن وصلت هذه المليحة. بدك تكملها؟ والله ما أدري بدك نكملها ولا ماشي؟ أنا ما ينفع إنه تسبق جاكيت والله مرة نفسها. أكل براحتي. ما اكتشفت اني ماشيين قد التحدي السكر هذا قد التحدي. دقيقتين 7 قطع من اصل 30 خلاص قفلت صح. يعني للامانه التجربه يعني كانت لي ممتعه. حبيت ادي لكم هذه التجربه اليوم من اجل انه يكون هناك متعه وتنوع في القناه، من اجل ان انتم تستمتعوا. عزيزي المشاهد، اذا عجبك الفيديو حق اليوم لا تنسى ما تفعل اشتراك في القناه اذا ما كنت مشترك، وفعل لايك للفيديو لانه يعني اللايك بدعمنا وهو ضروري. وهكذا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ان شاء الله انه عجبكم ونال استحسانكم، وانتظروني في تحديات قادمه وفيديوهات قادمه باذن الله. لن اقول لكم وداعا ولكن الى لقاء اخر. وفي امان الله يا حبايبي.